السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. ايه رايكم بقى في الفراخ المشويه الجميله دي؟ بجد كل اللي يشوفها يقول معموله بقى مشويه على الفحم زي ما انتم شايفين، مع انها معموله في الفرن زي ما انتم شايفين. جميله جدا بتتبيله من غير اي افتكاسات، تتبيله جميله جدا هتعجبكم وطالعه طريه وجوسي. شايفين الجمال؟ مادام وصلت بقى للفيديو لو اول مره تشوفوني، انا وفاء امين ودي قناتي، ولايك وشير لو عجبكم بقى الفيديو. شايفين الجمال؟ مع شويه بقى رز اصفر او مكرونه او شويه سلطات بالف هنا وشفا. يلا بينا نشوف التتبيله الجميله دي ايه والفراخ دي معموله ازاي. اول حاجه عندنا في التتبيله هجيب بقى الخلاط او الكبه مش هتفرق. حطيت 3 طماطمات وعليهم فلفل حامي وفلفل بارد وكمان بصلايه وسط واربع او 5 فصوص من الثوم المفرومين زي ما حضراتكم شايفين كده. هنزل بيهم في الكبه او في الخلاط، هضربهم كلهم مع بعض. سهلة جدا وبسيطة ومكوناتها كلها موجودة في البيت، وكمان مكعبين مرقة حسب الرغبة، وكمان صوص الباربيكيو ده جميل جدا في المشاوي، وكمان معلقة معجون طماطم. تتبيلة جميلة جدا بصدقوني هتعجبكم، وكمان فلفل اسود، وكمان معلقة كده من الجنزبيل المطحون، وبابريكا، وكمان ربع معلقة من الكزبرة الجافة، وكمان زيها كمون، وعندي بقى رشة من البهارات المشكلة او اي بهارات حابينها، وكمان ربع معلقة من القرفة، والملح طبعا هنحط بقى الملح بتاعنا، وهنحط بقى نص فنجان او فنجان كده من الزيت النباتي، ومعلقتين. انا بحب ان انا احط معلقتين من العسل الاسود في التتبيله، وكمان معلقه من الخل. جبت بقى الفراخ زي كالعاده بغسلها كويس جدا وبالملح والليمون والدقيق وبتنشف من ميتها تماما زي ما انتم شايفين. وبعد كده قطعتها من صدرها من قدام، وبعد كده في ظهرها كده وعطيتها فتحات زي ما انتم شايفين عشان التتبيله تدخل فيها. وبعد ما عصرت بقى التتبيله وفرمتها نزلت على الفراخ طبعا انتم شايفين كده، وقلبتها على وشها اهو زي ما انتم شايفين. وحبذا بقى لو التتبيله دي تقعد بقى يوم ليله كامله تبقى حلوه قوي. طبعا اقلها 4 ساعات زي ما انتم شايفين. جبت بقى الشبكه بتاعه الشوي دهنتها بالزيت عشان ما تلزقش فيها، وحطيت بقى الفراخ فيها من غير تحسوا ان هي مخليه، لكن هي مش مخليه ولا اي حاجه. حطيتها بقى كالعاده تحتها صينيه فيها ميه عشان بس الانسجه بتاعه الفراخ تطلع طريه، وطلعت ما شاء الله جميله جدا مع شويه رز بقى او مكرونه، رز اصفر او مكرونه او شويه سلطات جميله جدا. شايفين طالعه طريه وجوسي بجد حكايه. وممكن تعملي لها بقى فحمه تبقى تحفه. شايفين الجمال؟ يا رب بألف هنا وشفا على كل اللي هيجربها. اتمنى بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، واهم حاجه دوسي على زر الكل عشان يوصلكم كل جديد باذن الله بنزله. واقول لكم اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.